المنتخب المغربي يتأهل الى نهائي دوري الامم الافريقيه وكاليفيكاسيون كي دايره بالجداره والاستحقاق خويا. ونهضروا بكل صراحه كان خير من نيجيريا في 120 مينيت كومبلي وماشي غير من اليوم. من الديبي تاع التورنوا المنتخب المغربي دائما كان افضل من لي زادفيرسير اللي يلعبوا له يا خويا بصحتهم وبرافو عليهم. عندهم منتخب متخم بالمواهب ويلعبوا بواحد الشجاعه وواحد الحراره وواحد الروح الجماعيه انورمال. ما وصلوش لا فينال من فريق ما وصلوش. وزعما راه يديروا واحد الهضره تاع منا وملهيه ومانيش عارف شكاين يا كي تكون فيها والله ولوني تعاونك ما راك مكاليفي. كافانا عاده وهميه يا خويا لا راك شاكر على العب لهم وربحهم. وراهي جايه كوب دي موند وغادي تبين. ولا ربحوا البرازيل في الكوب دي موند الجايه ما غاديش نعاد سيربريز. باش نزيدكم معلومه ديروها في رسالكم غايه الغايه. كاع المدربين الاقوياء اللي راهم في الكوب دي موند واللي راهم قاعدين من المنتخبات الكبار سيطادير رايحين ينافسوا على الكوب دي موند كاع رشحوا المنتخب المغربي باش هاد الخطره يكون منافس حقيقي على اللقب ماشي غير رايح يشارك. صافي هاد المدربين تاني ما يعرفوش كرة قدم. ها نكونوا شويه لوجيكم بعدوا على الاوهام باش ما تحشاناش ونتعلموا شويه دروس. انا نعرف حاجه تخدم تنجح ما تخدمش ما تنجحش. هذه هي قاعده النجاح اللي نعرفها ابارسا ما نعرف والو. بصوا بغض النظر مبروك لاخواتنا من المغرب، الف مبروك الصعود للنهائي، يستاهلوا الصراحه. بغض النظر ان يا بختكم ان عندكم حارس، يا بخت المنتخب اللي عنده حارس، يا بخت المنتخب اللي عنده حارس وعنده ايد بيعرف يستخدمها، عنده ايد وتوقع وتركيز ويعرف يستخدمها قسما بالله. يا بختكم. عشان بونو ده لازم يتعمل له تمثال. ايه بقى ده؟ انا عايز اعرف بقى ايه بقى ده؟ يعني لازمته ايه؟ لازمتها ايه اللي في الادب والمهزأه دي؟ لازمتها ايه وانا يوم السبت اروح انا اعملها نيجيريا باللي هم فيه ده بلوكمان بوسيمان بتاعه ده؟ انا قدام يعني انا طب لازمتها ايه؟ يعني انا يعني اللي هو يعني الواحد عقبال ما فاهم يعني ما يطلع من اللي هو فيه يروح داخل بقى يوم السبت اتفضل خد يلا خد كمان يلا كمل بقى. اي حد يا جدعان لسه ما زعلش قوي استنى يوم السبت ان شاء الله هتزعل ما هي بالعقل وبالمنطق وباللي انت فيه ده ما فيهاش يعني. ربنا يستر يا جدعان، ربنا يستر لوكمان اوسيمان ومش عارف ايه ونديدي. استر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبروك للمنتخب المغربي، مبروك الوصول إلى النهائي، مبروك الترشح إلى الدور النهائي. منتخب مغربي قوي، منتخب مغربي الذي أوقف نيجيريا اللي كان تقريبا كل الناس يقولوا هي أحد أكبر المنتخبات، لكن برها المنتخب المغربي اليوم اللي عنده قوة ذهنية وقوة تكتيكية وقوة عزيمة ودفع جماهيري. طبعا كان من طراز عالي، مباراة شفنا فيها يعني قوة وندية بين الفريقين، التحامات بدنية، ثنائيات، كرات ضايعة من هون فرص ما كانش كثيرة لا محالة، ولكن كانت اللعبة كلها بين فرقتين كانوا تقريبا متقاربين. اليوم المنتخب المغربي قدم كل شيء من أجل الوصول. مثل ما قلت من شوية لازم يكون عندك حارس كبير في قيمة بونو باش يرجعك، باش تشوف ضربة الجزاء اللي تصدى اللقباني يوريك الحارس محضر مباراته وعارف اللاعبين وين يشوتوا. عمري ما شفت حارس مرمى يمشي كامل بجسمه كله على الجهة اليسرى، لأنه يعرفوا يشوت كرات قويين على الجهة هذيك في الفوق، فتوجه كله نحاله الكرة هذه يعني في ضربة جزاء تعتبر يعني أعطت ورقة الترشح للمنتخب المغربي. مع أنه المنتخب المغربي ضيع عن طريق اللاعب حمزة اللي تأثر برشا، ولكن على طول بونو رجع صاحبه في المباراة ورجع بلد كامل في المباراة. هذه المباراة هي من أحلى وأمتع المباريات تكتيكيا، يعني شفنا المنتخبين أو المنتخبان كانوا واقفين جيدا في المباراة، سكروا قراوا بعضهم بصفة كبيرة. التحكيم من برشا الناس كانت تتوقع التحكيم سينحاز للمنتخب المغربي، اليوم التحكيم برهن والمنتخب المغربي برهن هاد كأس الأفريقية برهنت أنه التحكيم كان متميز وكان أعطى كل ذي حق حقه، وكان حكم بصراحة أعطى صورة جيدة لمباراة نصف النهائي في كأس أفريقيا. المنتخب المغربي وصل إلى النهائي بلاعبيه وبجماهيره وبمديره الرياضي أو الفني مدير وليد الركراكي، وبدون مزيت أو معروف أي شخص وبدون مجاملات وصل إلى النهائي بعد ما أزاح الكاميرون، بعد ما أزاح نيجيريا، بعد ما يعني قدم دورة متميزة يستحق. كذلك المنتخب النيجيري منتخب قوي، منتخب عتيد، منتخب لديه كل الإمكانيات أنه يكون هو بطل أفريقيا كذلك، ولكن هذه هي كرة القدم، ضربات الجزاء تحكم. يعني هي ضربات، يعني ناس تقول ضربات حظ، ناس تقول ضربات لا يلام عليها. المنتخب النيجيري ما تقدرش تلوم عليه،
عليه، واجه منتخب مغربي، والمنتخب المغربي كذلك ما تقدرش تلوم عليه انه او تلومه انه فاز بضربة الجزاء. هذا قانون كرة القدم. الفرحة دائما متواصلة مغربية. الفرحة لبعض القلوب المرضى نقول لهم متواصلة عربيا. المنتخب المغربي هو منتخب عربي شمال افريقي، اذا جمعنا به الدين والدم والقرابة لازم نفرح لهذا المنتخب، وبلاش العقد النفسية وبلاش الحكايات هذه. هي مجرد كرة قدم ونفرح فيها كما فرحنا لهم في قطر، نفرحوا لهم اليوم اللي وصلوا للنهائي. ان شاء الله تكون كأس مغربية باعتبار تواجدها في المملكة المغربية اللي قدمت كل الظروف وقدمت كل يعني الاتوز، يعني كل الاشياء التي تساعد على انجاح دوره كاس افريقيا للامم اللي كنا دائما نشاهدوها في بلدان افريقيه، مع احترامي طبعا، ولكن ليست بهذه الجوده. الملاعب المتوفره، الملاعب الفرعيه، الفنادق، الجماهير، الهوسبيتاليتي اللي موجوده، الحفاوه، الاستقبال.